بأياد مرتجفة وقد قاربت 90 من العمر، يرتب عم مستر حبات الفول التي اشتراها هذا الصباح. عبأ بعضها في أكياس أملا في جذب انتباه المارة وتشجيعهم على الشراء، فأكره ما يكرهه هذا الشيخ هو المكوث في المنزل. زيت السبعة وثلاثين، أنا ناخذ شوية تاع الانتريت، عندي شوية تاع الانتريت نتاع 1200، وأنا راني ذوكا كبرت نبيع ونشري في الحشيش في الثوم في الفول. ما قدرتش أنا نقعد في البيت، ما نقدرش نقعد أنا في البيت. نجي على 8 على 7:30 هي حتى كاش ما نشري، نجي على 6 هو أنا على كل حال نشري باه نربح. هو كي ما ربحش علاه راني نجي البرد وقاعد هكذا هكذا. حاجة الستر نعرفوها قديم من بكري، يجي الصباح ينوض على 6:30 يجي يشري شوية فول شوية ثوم، يشري شوية يخدم على روحه. يجي لهنا الصباح نعاونوه نخرجوا معاه هنا لداخل، تاج الصرف نعطولو نوزنولو، ما يقدرش شوية، ما يقدرش يقعد في الدار. في الصيف معانا، في الشتاء معانا، في البرد يجي الله يبارك، صورته في البرد ويقاوم ويجي، ماشي تاع اللي ما يجيش ولا في الشتاء ويجي الله يبارك. رغم قلة ما تدره هذه التجارة، إلا أن عم مستر يبدو راضيا ومتيقنا أن البركة لا تطرح إلا بالاجتهاد في طلب الرزق. الحمد لله يا رب العالمين، نجيب بكري نستفتح لباس بيا، الحمد لله يا رب العالمين، قنعة في قلبي الحمد لله. نخدم وعلاه ما نخدمش، لا في حشيش ولا في حاجة خلاف. كي نجيب 40,000 نجيبها ساعات، نجيب ربع ساعات نجيب 60، ساعات ما نجيبش إذا كان يقولوا البرد شوية والحالة. أشوف السرعة وش أشري، أنا شاري ثوم وشوية تاع فول والحشيش هذا هنا منا، والحمد لله يا رب العالمين، نحمده ونشكره. ترسم هموم الحياة تجاعيدها على وجه ويدي عم مستر، لكن روح الإرادة فيها كسرت كل القوانين وصنعت الاستثناء في كسب الرزق الحلال.